عصام صاصة رايح يغني في ملهى ليلي في المعادي، ينتهي بيه الموضوع ان عربيته تتدمر ويجري قبل ما الناس يعتدوا عليه. تعال اقول لك ايه اللي حصل في حفلة كان بيعملها عصام صاصة في ملهى ليلي في المعادي. الموضوع بدأ ان رجال الامن بتاعة المكان اعتدوا على الفرقة بتاعة عصام صاصة، ولحد دلوقتي محدش يعرف ايه سبب الاعتداء ده. ولكن عصام صاصة كمل الحفلة عادي خالص، وهم ماشيين رجال الأمن مرة تانية اعتدوا على عصام صاصة وعلى الفرقة بتاعته. وبعد كده ركب العربية بتاعته ومشي لقدام شوية بعيد عن الخناقة ديت، لغاية ما واحد من رجال الأمن برضه راكب موتوسيكل راح طالع بالموتوسيكل بتاعه فوق العربية بتاعة عصام صاصة، لغاية ما العربية اتدمرت تماما. لغاية ما كمان عصام صاصة راح نازل من العربية وراح مشي بعيد عن الواقعة تماما. طبعا عصام صاصة وفرقته قدموا بلاغ وجاري التحقيقات في الواقعة ديت، عايزين يشوفوا طبعا ويعرفوا ايه سبب اللي حصل دوت، وكمان هيقبضوا على كل اللي عمل اخطاء في الواقعة ديت، ان كان رجال الامن او حتى كمان من فرقة عصام صاصة. انتوا بقى قولوا في كومنتات تفتكروا ايه سبب الخناقة ديت، وهل عصام صاصة هيتلطف في الموضوع ده ولا لأ؟